بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا باشمهندس مصطفى مرغني من سكان الخرطوم جبرة. حضرنا الحرب بدايتها في الخرطوم من يوم 15 وقعدت 45 يوم هناك. كنا عايشين الحياة العجيبة اللي ما مفهومة دي شنو، وقعدت على امل انه كل يوم القصه دي حتخلص، الليله حتخلص، بكره حتخلص، بكره حتخلص، لحد ما تمت 45 يوم. بدت القصه بتاعت انه نسمع في اغتصابات وفي كده، فقررت اطلع. سقت بناتي ومشيت اهالي انا في حنتوب، مشيت حنتوب ورجعت الخرطوم بالمواصلات. تاني يوم طلعت بعربيتي بطريق كوسي من الجبرة، خشيت طوال الكلاك لما كان فيها اشتباكات، ومشيت بطريق كوستي سن النار. جيت مدني، قعدت 6 شهور في مدني في عنتوب محل المعركة الحسن. أنا ساكن في عنتوب في مربع 90 اللي هو الحي القديم ده، اللي هي محل الاشتباك اللي كان بيدور الأربعة يوم. فعشنا التجربة جد الأصعب من دي. يعني في الخرطوم ما اشتباكات بعيدة مننا وما شفناه وكده، وكنا بنشوف الدعم السريع ما بيسألنا ما بنسأله، لكن ده جونا في البيت، قلوا عرباتنا، شالوا حاجاتنا. طلعنا أول يوم، ثاني يوم قالوا لا ترجعوا تموتوا معانا، تمشوا وين؟ الطيران يقتلنا برانا، ما في طريقة ترجعوا. رجعنا، قعدنا حضرنا اليومين. احنا آخر ناس طلعنا من هناك، أو من يعني معانا كم زول كده، كم أسرة في الآخر، وشوفنا كل الفظايع بتاعت القصة دي. الناس اللي بيجي جاري يقول ساكنين بتاع الدعم السريع، في بيت جاس ساكننا ناس الدعم السريع بتقولوا خايفين ومرعوبين. المهم طلعنا لحد ماشيين مع البحر كده لحد ما طلعنا في حتة اسمها الملكية. في الملكية جينا خلاص بعيد قريب للمحل اللي فيه الدعم السريع، فشافونا. بعدها خدمونا، جابوا لنا أكيل وعملوا لنا. المهم قعدونا في حته كويسه، وحتى العربيه اللي جينا طلعنا بيها برضه جابوها لنا هون. مشينا الشبارقه، قعدنا يوم تاني القضارف كسلة، سمعنا القصه بتاع اريتريا، جينا اريتريا حكايه جميله جدا. لكن طبعا الحكايه دي كل زول عنده فيها مقياسه. يعني انت ممكن يجي زول يقول لا ما جميله، ويجي زول يقول جميله. يعني ممكن فانت لو شايف الخطر بتاع الجنجويد شنو اكتر والدار الامان، ما تقول تفكر في رفاهيات. يعني لو داير رفاهيات لا ما تجي هنا، ما في رفاهيات هنا. الاثنين ناس طيبين جدا، خدمونا كويس جدا، مرحبين بينا جدا، ما عندنا معانا اي مشاكل. المصرفات تقريبا ازيد شويه من السودان، اللي جار يمكن زي جار السودان، يمكن ارخص من جار السودان. حتى الفنادق، يعني احنا هسه قاعدين في الفندق، قال لقينا لنا صالة كده قاعدين فيها احنا 13 نفر ب 500 جنيه من الجنيهات بتاعتهم. دي اللي بتعادل 35,000 صح؟ 535,000 صح؟ 35,000 دي ما في فندق في السودان بتقدر تقعد لك فيه 11 نفر ب 35,000 جنيه. يعني رخيصة جدا مقارنة. يعني في مدني احنا امبريال النفر اظن كان ب 50 او الغرفة اظن ب 50، الغرفة الواحدة اللي هتكون بشيل لها نفرين 3. احنا هسه قاعدين 13 نفر ب 500، والغرف العادية الصغيرة يعني فيها 3 أو 4 أنفار ب 250 فن. سعر معقول للإيجار. الأكل برضه معقول، ما حاجة مبالغ فيها من السودان يعني. والأريتريين طيبين، أطيب من السودانيين. إذا جيش وإذا السودانيين دعم سريع ولا السودانيين كلهم، يعني أنا حسب تجربتي دي مقتنع إنه السودان شعب زبالة. إحنا أكثر شعب زبالة الله خلقه في الدنيا. أنا بعد ما شفت الشعب الأريتري وحبه لبلده وحبه لوطنه ما عندهم اختلاف، متفقين كلهم. ما في اثنين نايم متفقين في الرئيس منه والحكومة كيف والنظام كيف والجنون. ما في رشوة، ما في القرف اللي عندنا في السودان، ما في. إحنا شعب زبالة وبلد زبالة. لازم كان يحصل لنا كده. كل الناس كده، ما في زول كويس. يعني كل زول حاسس لو راجع نفسه احنا زباله. يعني ما في حته كويس حاسين نقول في حاجه مفرحه في الشعب السوداني ده. انا عايل لك كده نقول هذه فرحانين، ما عدا الجيش، لانه احنا ما عندنا امل غير الجيش.
انه الجيش مخرجنا من القصه دي الجيش، ما عندنا مخرج غيره. فاحنا مع الجيش حنسنده وندعمه لحد ما يقدر يرجعنا بلدنا. انا قاعد في تسني، ما هرجع من تسني لحد ما الحرب تنتهي، حتى لو قعدنا 10 سنين ما في مشكله. طبعا غير كده الامنيات بس انه البلد تبقى كويسه والناس ترجع كلها نازحين، لاقينا نازحين لا اليوم ولا اليوم. انا اساسا كنت ساكن في حنتوب. حنتوب دي كان اكبر عدد بتاع نازحين في السودان. يعني محلنا ده لو في اي قريه مثلا في 1000 نازح 2000 نازح، احنا في حنتوب كنا بنكون اقل شيء فيها 30 ل 40 ل 50 الف نازح. ولا العدد الكبير بتاع النازحين ده اغلبهم كانوا نازحين اساسا اذا من دارفور او من مناطق ثانيه، ونزحوا الخرطوم من حروب دارفور، وجو ثاني من الخرطوم نزحوا في عندنا في حنتوب، وثاني حسي من حنتوب. فشفنا المرارات بتاعت النزوح. فما دارين لكن عشان نبقى شعبي زي الشعب الاريتري ده لازم النار تاكلنا. ليه حاسس انا ما حاسس ما خلانا الناس القيادات اللي قاعده في البلد دي في اي محل بنشوفهم اذا بتاع الحريه والتغيير ولا بتاع التقدم ولا بتاع الجيش ولا بتاع الكيزان ولا بتاع الدعم السريع، لسه ما حرقتنا نار. ولا الشعب، انا اتكلمت مع ناس كتار قاعدين هنا لسه ما حرقتنا عشان نقوم نقول له خلاص احنا على قلب رجل واحد. احنا حاسين ما على قلب رجل واحد، احنا مفرتقين فرتقه رهيبه جدا. انت ما شعب مفرتق لازم بلدك تتفرتق. ما حتبقى عندك يعني ما صعب انك انت تكون كل زول عامل فيها هو افهم زول وهو فهم وهو صحيح وما في زول بيسمع زول وما في زول. لازم يحصل كده. احنا حسنا انه مقيمين في تسني ما حنبعد منها نمشي اي محل، فبدينا نفتش في خيارات انه نلقى نقلل التكلفه بتاعت السكن. فلقينا بيت فيه 4 غرف واحنا 4 اسر اجرناه تقريبا ب 8000. يعني الغرفه الشهر بتاعها ب 2000، الشهر بتاعها ب 2000. يعني ال 30 بتعمل كم؟ اقل من 70 صح؟ اقل من 70 نفقه. 70 نفقه دي في 70 جنيه، يعني اليوم بتاعها زي لا 70 في 70 يومها ب 5000. يعني هسه احنا ماجرين اليوم ب 5000 الغرفه، اللي هو انا شغلته معقوله. يمكن يكون ده زول ما معقول، لكن ده المتاح هسه. لو لقيت بيت اجرته في الحدود دي، انا قبل البيت اللي اجره ب 8 ده لقيت بيت ب 7، لقيت بيت ب 6. لكن ده حسي لقيته اكبر، في عدد غرف اكبر، في حتته كويسه، فيها اتصالات بتلقط شبكه زين كويس، في مويه 4 ما بتقطع نهائي، بيت جديد جميل. فقررت خلاص اخذه هو ب 8000. ارحل في الفندق. انا كنت ماجر 500 وغرفه 250 750 دي بتعمل في الشهر قريب اكثر من 20000 من الجنيه حقه والنقفه ده. فهسه حنعمل ب 8، فقال لنا التكلفه من 21 ل 8. لما نقعد في البيت حنوفر كمان في الاكل برضه، لانه هنعمل نطبخ برانا ونشتري حاجاتنا برانا، وممكن تاني ذاته ما نشتري الرغيف بتاعهم غالي، ممكن نعمل القراصه نعمل الكسره بتاعتنا، فالامور بتمشي تمام. المهم امره كله خير، واحنا دي تجربه كويسه. الناس زي هنا الناس خشوشن، والناس على عيالنا. يعني احنا ما خلاص بعد ثاني نخشوشن للشغل، لكن عيالنا يمروا بالتجربه والصعوبات عشان يقوا وبيستفيدوا منها، اكيد في فوائد منها. وبعد ذاك لما نرجعوا بيمشوا البلد كويس لقدام. يلا السلام عليكم.